السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. أولا حابب أهني النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره ولاعيبته والجهاز الفني والإداري بالنادي على بطولة الدوري رقم 43، وطبعا على الفوز بالأمس على نادي الزمالك برباعية لهدف. الحقيقة من بعد الماتش أنا لقيت كتير من جماهير نادي الزمالك ومن مقدمي المحتوى الزملكاوية بيهاجموا المدير الفني لنادي الزمالك، والحقيقة أنا طالع علشان أقول وجهة نظري في المدير الفني لنادي الزمالك، وهل أوسوريو مدير فني كفء ويستحق إن هو يكمل مع نادي الزمالك ولا لأ. امبارح المدير الفني أخطأ في التشكيل بتاعه، محدش يختلف إن هو أخطأ، حتى هو بنفسه طلع واعترف إنه أخطأ. بس لما نيجي نشوف الراجل ده ايه الخطأ اللي هو غلطه او الخطأ اللي اخطأه، ان هو لعب بفتوح ولعب باحمد سيد زيزو في نص الملعب، والراجل كان هدفه ان الاتنين دول هم اللي يشغلوا الخط الامامي، سواء كان الجزيري او ابراهيم نضاي او شيكابالا. يعني الراجل ده عاوز اتنين لعيبه كوره في نص الملعب عشان يغذوا الخط الامامي او الثلاثي الامامي بكور يقدر من خلالها ان هو يكسب ويحرز اهداف. هو نازل عاوز يكسب، عاوز يضغط من قدام، عاوز يلعب كوره هجوميه، ولكن الخط النص ما قدرش ان هو يكون ايجابي في الناحيه الدفاعيه، وبالتالي طالما انت ما انتش قادر تقطع كوره او تمتلك كوره فده هيأثر عليك في الناحيه الهجوميه، وبالتالي خط النص هنا ما قدرش يديله اللي مطلوب. ولكن انا من وجهة نظري ان مدير الفني لنادي الزمالك مدير فني كفء، والراجل ده لازم يستمر وتبنوا فرقة على ايده. هتيجي تقول لي ده بيغير كتير في اماكن اللعيبة وبيحط لعيبة مش في اماكنها وبيقعد يخرب في التشكيل. هقول لحضرتك ان كولر اول ما جه الاهلي كان بيعمل نفس الكلام، حطوا حسام حسن ومحمد شريف وقفشه، كان بيلعبهم اجنحة، كان بيلعبهم مهاجمين، كان بيلعبهم صناع العاب. لازم مدير فني لسه جاي جديد عاوز يطبق فكره وعاوز يعرف امكانيات اللعيبه اللي موجوده عنده عشان يقدر يخرج كل امكانياته اللعيبه اللي موجوده عنده، ويقدر يكتشف امكانياتهم ايه ويوظفهم. لازم يغير في اماكنهم، وخصوصا لما يكون مدير فني عاوز يلعب كره هجوميه وعاوز يضغط من قدام وعاوز يهاجم ويفرض اسلوبه وسيطرته في الملعب. ودي صفات المدير الفني لما يبقى ماسك فرق كبيره، ونادي الزمالك نادي كبير، هي الكوره بتاعته لازم تبقى كده. هتقول لي يعني انت كاهلاوي يهمك مصلحه نادي الزمالك قوي وبتقول، هقول لحضرتك تعالى شوف رايي انا في مستر كولر لما اتغلب من صن داونز ب5، انا قلت عليه ايه وكان رايي فيه ايه، ونرجع لبعض تاني. بالنسبة للمدير الفني وجهة نظري الشخصية ان احنا عندنا مدير فني رائع جريء، بيقدر يستغل كل اللعيبة اللي موجودة عنده، بيعمل روتيشن، عاوز يلعب بشخصية البطل، بشخصية الأندية الكبيرة، الضغط وفرض الأسلوب وفرض السيطرة. كون ان امكانيات اللعيبة اللي موجودة معاه ما هياش مساعداه ده لا يعيب المدير الفني، لكن لازم يطبق فكره عشان يقدر يحكم على اللعيبة دي مين يقدر يكمل معاه ويتناسب مع فكره ومين لا. قبل كده كنت بقول ان المدرب الشاطر هو اللي يشوف امكانيات اللعيبة ايه ويلعب على قدها. لا، جوارديولا، مورينيو، يورجن، اي مدير فني على مستوى العالم كبير له اسلوب لعب. لما بيمسك اي نادي بيحاول يطبق فكره مع اللعيبة اللي موجودة عشان يقدر يقف على مين اللعيبة اللي هتقدر تطور من نفسها وتطور من امكانياتها عشان تتناسب مع فكر المدير الفني عشان تكمل في النادي، وما بين اللعيبة اللي مش هتقدر وبالتالي ما تكملش مع النادي. فاحنا عندنا مدير فني من وجهة نظري المدير الفني ده لازم يستمر ونبني عليه فريق، لان هو من وجهة نظري شايف ان هو مدرب كفء وعاوز يلعب كرة هجومية، كرة ممتعة تتماشى مع كبرياء وقيمة البطل. هو ده رأيي في كولر لما كان شايل من صن داونز 5 وراح لعب هناك وفتح خطوطه ولعب مهاجم، كله انتقد كولر في الماتش ده ان هو لعب غلط ولعب بطريقة غلط وشال 5. شوف انا ساعتها قلت عليه ايه،
نفس الكلام اللي انا بقوله على كولر وقتها هو اللي انا بقوله على اسوريو بالنسبه لنادي الزمالك. اسوريو مدير فني ممتاز من وجهه نظري، مدير فني يستحق ان يمسك نادي الزمالك، وخساره ان ده يمشي. الراجل ده لازم يستمر ويبني فرقه على ايده، هيكون للزمالك شكل تاني وهيكون للزمالك وضع تاني. بس تجيبوله القماشه بتاعت اللعيبه او امكانيات لعيبه تتناسب مع فكره اللي يقدر يطبقه في الملعب. بالشكل ده الزمالك هيبقى مستقر من الناحيه الفنيه. انا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.